السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله في الفيديو غادي نشارك معكم ملوي صغير معمر بواحد الطريقه اللي هي سهله وسريعه وبكميه وفيره. وبالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذا الملوي، انا هنا ضفت زلافه ديال الفينو اي دقيق القمح الصلب اللي زديت عليه جوج سلايف ديال الفرص، طحين بيض اللي كنضيف عليه رشيشه ديال الملح كتبقى على حسب الذوق، واحد الكميه قليله ديال خميره الخبز، ملعقه ديال السكر يمكن نعوضوه بملعقه ديال العسل، وملعقه ديال الزيت. وغادي نجمع بالماء عادي من الروبيني. ضفت هنا الكاس الاول وكنبدا نجمع، زديت هنا الكاس الثاني، كنضيف الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. الكميه ديال الماء كتبقى على حسب النوعيه ديال الطحين، حيت كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. المهم العجينه ديالنا ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون خفيفه، خصنا نجمعوا العجينه ونحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه. من بعد ما جمعت العجينه غادي ندلكها واحد الدقيقه. انا احتاجت 3 الكيسان ناقصين غير شويه. دلكت العجينه مزيان، غادي نحطها في هاد البلاستيكه ونقفل عليها ونخليها ترتاح. ديال المسمن او الملاوي يكون مرتاح كيعطينا واحد النتيجه مزيانه. دابا غادي ندوز نطيب الحشوه. غادي نحتاج جوج حبات ديال الفلفله وجوج بصلات متوسطين، واحد الحبه ديال الطوماطيش والثومه والمعدنوس. من بعد ما قطعت الثومه والبصله وكنحطهم في المقله اللي كنزيد عليهم زويته بلديه. غادي نخلي البصله والثومه يتشحروا حتى كتنزل لي البصله، عاد نضيف عليها الخضيره الاخرى. في هذه الاثناء انا غادي نقطع الفلفله ومطيشه على بال ما تنزل لي البصله. البصله تشحرت، غادي نزيد الفلفله ومطيشه وقطعت المعدنوس، النص ديالو غادي نزيدو دابا، اما النص الباقي غادي نحتفظ به حتى طيب لي الحشوه عاد غادي نزيدو. غادي نتبل بالابزار، القزبر يابس، شويه ديال الكمون والتحميره وشويه ديال الملحه، وغادي نزيد الخرقوم باش كيعطيني الكولور مزيون للحشوه. نخلط كلشي مزيان. بالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق، فكنخلط العطريه مع الخضره ونخليها طيب. من بعد ما طابت الفلفله والطوماطيش دابا كنزيد عليها الهريسه، وغادي نزيد الزيتون اللي قطعته رقيق والمعدنوس وواحد البواطه ديال الثوم، ونخلط كلشي مزيان. نخلي الحشوه على جنب حتى كتبرد، وعلى ما تبرد لي الحشوه غادي ندوز باش نقطع العجينه اللي كتكون ارتاحت. وهي ديال العجينه من بعد ما ارتاحت كتولي كتجبد. غادي نقسمها ل5 ديال الاجزاء. انا صوبت 5 ديال الملويات كبارين، فاربعه غادي نعمرهم بالحشوه، اما العجينه اللي بقات لي فانا غادي نصاوبهم غير ملويات عاديين. فكندهنهم مزيان بالزيت باش ما يعملوش ديك القشره من الفوق. نغطيهم بالبلاستيكه ونخليهم يرتاحوا. دابا غادي نطلقها بعد ما كتكون ارتاحت، وكون ما ارتاحت العجينه كتعطينا واحد النتيجه مزيانه. دهنت الزيت وكنبدا من الوسط ونخرج على الجناب. العجينه ضاريه كتطلق حيت ارتاحت، ما كتقطعش وكلها فقاعات. فكنطلقها ونورقها مزيان. خدات لي واحد المساحه كبيره على النورنيه. فالحجم ديال الملوي حنا اللي كنتحكموا فيه، فلا بغيناه كبر فحنا كنقسموه على جوج. انا غادي نصاوب الملوي صغير، فغادي نقسم العجينه على 4. خليت شويه ديال العجينه من جهتي باش غنغطي بها العماره، وكنبدا نحط الحشوه وغادي نقطع بهذا الشكل. فكنبقى نلوي العجينه على الحشوه وكنجمع من الجناب. فهنا انا ما دهنتش العجينه بالزيت حيت فيهم الحشوه. فلا كان الملاوي غادي يكونوا عاديين بلا حشوه فاحنا كندهنوا بالزيت ونرشوا رشه خفيفه ديال الفين. فكنغطي الحشوه بالعجينه وكنبدا نلوي ونجمعها من الجناب. بعد ما كنجمعها من الجناب
غادي نقرصهم غير شويه، نحطهم عاوتاني كندهن بالزيت وكنبدا نطلق في العجين. بهاد الطريقه هذه داغيه غادي نحضروا واحد الكميه اللي هي كثيره وفي واحد الوقت اللي هو قليل بزاف، وغادي نستمر حتى كنكمل الكميه كلها، عاد نرجع نطيبهم في خطره واحده. فمن بعد ما ساليت الملوي كامل رديت المقله تسخن، وغادي ناخد الملويات الاولى اللي شكلتهم، فكنبدا نقرص غير شويه، وإلا كانت الحشوه هكذا كتبان كنغطيها، فكنبسطهم من الوسط باش ما يجوش غليظين، ما نرقمش بزاف وما نخليوش غليظين. وملي كتسخن المقله كنرشها بشويه ديال الزيت وكنستف الملوي وكنطيبوه على عافيه متوسطه باش كيتنفخ لنا وكيطيب لنا من الوسط. بعد ما غادي نستف الملويات اللي غادي يكفيوني في هذه المقله، غادي نخليهم غير شويه غير يتشمعوا ونقلبهم للجهه الاخرى. دابا قلبتهم للجهه الاخرى من بعد ما نشفوا. الملوي كيطيب على جوج جهات باش كيتنفخ وفي نفس الوقت كيتحمر. انا غادي نستمر كنقلبو ونطيبو جوج جهات، فالملويه اللي كطيب كنحيدها ونحط بلاصه واحده الاخرى طيب. هادو طابو غادي نحيدو ونحط بلاصتهم وحدين اخرين ونستمر بنفس الطريقه حتى كنطيب الملوي كامل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الملويات بعد ما ساليتهم بالطياب. كيجيو خفيفين وطريين وفتيين وعامرين بالحشوه، كيجيو بنينين ورطبين كيذوبوا في الفم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب وخليوا لي واحد اللايك للتشجيع. شكرا لكم والى اللقاء.